مساء الخير. أنا أسامة البرازي، شقيق الملازم الأول عدنان البرازي، أحد ضباط المجلس العسكري ال80 المختطفين عند قوات البيادي من حزب الاتحاد الديمقراطي. أخي كان من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة، انشاق عن قوات النظام السوري بمنتصف 2012. شكل هو النقيب بوار مصطفى كتيبة صلاح الدين الأيوبي، من بعد تطور للواء، وبعد انضمام باقي الضباط تم تشكيل المجلس العسكري الكردي العامل بمدينة حلب. الضباط يتم دعوة من حكومة إقليم كردستان لزيارة الإقليم، وانطلقوا من مقر المجلس بتاريخ 16/4/2013 باتجاه مدينة القامشلي مع المرافق محمود راغب أبو هدار وشوفير السيارة اللي هو من قرية كفر صغير من أقارب العميد محمد خليل. ضباط المجلس العسكري هن العميد محمد خليل علي، العقيد محمد هيثم إبراهيم، العقيد حسن قلة خيري، العقيد حسن أوسو، المقدم شوقي عثمان، الرائد بهزات نعسو، بالإضافة إلى أخي الملازم الأول عدنان البرازي. النقيب بوار ما طلع معهم بهاي الطلعة بحجة أنه هو من قبل كان بزيارة للإقليم. فالضباط وصلوا لمدينة القامشلي واتصلنا فيهم، هن كانوا هنيك وباتوا ليلة عند المرافق اللي هو أبو هدار، وتاني نهار انطلقوا ليقطعوا على إقليم كردستان. انقطعت أخبارهم بتاريخ 18/4 بعد ما وصلوا الحدود، وكان اتصال بين العقيد حسن أوسو مع زوجته إنه نحن على الحدود هلا وراح نقطع، وكمان كان في اتصال بين النقيب حسين بكر وأهله كمان نفس الموضوع إنه نحن وصلنا على الحدود. اختفت أخبارهم بمنطقة ديريك، وكان في شهود عيان شافوهم بالسجن بمدينة المالكية، بالإضافة إلى أن السيارة اللي كانت معهم شوهدت أمام أحد مقرات الأسيش بمدينة القامشلي. فنحن كذوي ضباط بنحمل قيادة البيادي المسؤولية الأولى والأخيرة عن اختفائهم، وفي شهود عيان شافوهم بالسجن، وفي شهود تواصلوا معهم من خلف الجدران، يعني بما أنهم كانوا بمنفردات. وكمان نحن بنحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية أخلاقية للتدخل بهذا الأمر. فنحن بنناشدهم إنه كان في دعوة يعني باسم حكومة الإقليم، فبنتمنى من قيادة الإقليم الضغط بهذا الاتجاه، ونتمنى من كل المنظمات والجهات الدولية تساعدنا بهذا الموضوع، خاصة بعد انطلاق مبادرة وحدة الصف والتقارب والإفراج عن المعتقلين بين ما يسمى بالتفدم والأنكسي. والمجلس الوطني اللي ممثل بالأنكسي قدم أسامي معتقلين للبيادي، وقيادة البيادي يعني مسؤولة عن هذا الشيء، فلذلك نحن نطالبهم بالكشف عن مصير الضباط، مثل ما الكشف عن مصير ال10 أسماء اللي قدمهم المجلس الوطني. وكمان نحن بنحمل المجلس الوطني كمان التقصير بهذا الاتجاه لعدم إدراج أسامي الضباط مع الأسامي المعتقلين الباقين، فأي وحدة صف راح تكون وضباطنا الأحرار وباقي المعتقلين خلف سجون البيادين.